السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. طبعا معانا ناصر من الصعيد ومن سوهاج. ناس سوهاج الحقيقه من الناس اللي عزاز علينا جدا. مش عايز اقول لكم ان كل سوهاج يعني عندنا بيجوا يعني تعبانين يروحوا مبسوطين. عندنا ناصر الحقيقه كان عنده مشكله بايخه جدا، مشكله ريحه بق كريهه جدا. طبعا دي عامله مشكله دي ومشكله اللي حواليه، ولو قعدنا نتكلم عليها ساعه وساعتين هنقول مشاكل ريحه البق شكلها عامل ازاي. لكن غير مشكله البق طبعا مشكله الشخير ومشكله النفس اللي عنده. كشفنا عليه طبعا لقينا عنده مشكله في مناخيره ومشكله في زوره، واللوز كانت ملتهبه التهاب مزمن وفيها كميه صديد متخزنه بنسميها سيبتيك فوكس او بنسميها بؤره صديديه. ازيك يا ناصر؟ الله يخليك يا دكتور. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك يا دكتور. انت جيت لي تكشف ليه؟ ده السؤال الاولاني. انا جيتك من سنتين بالظبط، كويس. وبعد كده خفت يعني الصراحه ومشيت. خفت ان لما قلت لك عمليه. تمام. ما فيش واحد مثلا يجيني يقول لي عمليه، قال لي عمليه قبل كده خالص. برضو انت اطمنت لما لقيت دكاتره بتعمل عندي ولا طبعا. هي دي اكتر حاجه طمنتك؟ اكتر حاجه طمنتني. انت ناصح قوي يا ناصر. امال ايه؟ تمام. الله يخليك. تمام. وبعد كده يعني كنت بشكي من حوالي 7-8 سنين برضه. كتمه في النفس وضيق. تمام. وصداع مستمر. مش عارف يعني اعمل له ايه. لفيت طبعا. لفيت. قالوا لك ايه؟ اللي يقول لي قلب. مش هو الالم هنا؟ بالظبط. اللي شيء على القلب عامل اشعه قلب. اللي شيء على مخه واعصاب عشان مخ. صداع. اللي شيء مش عارف، يعني مشاوير كثيره تعبت. تمام. تعبت فيها بصراحه يعني. وفي الاخر جيت بقى تاني. جيت قلت مفيش فايده بقى. قلت خلاص. لما شفت الدكاتره عملوا العمليه خلاص اطمنت يا دكتور. عملنا العمليه من 10 ايام صح؟ من حوالي قول لي كده 8 ايام كمان. من 8 ايام. قول لي كده اخبارك ايه دي في ال 10 ايام دول او ال8 ايام دول؟ الحمد لله. كان ايه اللي اتحسن فيه؟ اللي اتحسن انا ادرك النفس ارتاح خالص. النفس احسن خالص. ايه تاني؟ بعدين يعني ضيق خفت برضه. الالم اللي كان في المنطقه بتاعت الصدر والقلب دي خف شويه. خفت خالص. تمام. ان هو الاكسجين ما دخلش جواه. ده انت ناصح يا ناصر والله. ما خدت التعليمات منك. وخدت ايه؟ التعليمات منك انت. خدت التعليمات منك. لما تحكي زي كده وتقول الاكسجين هو مشكله الاكسجين. صح طبعا. برافو عليك والله. الاكسجين هو المكان اللي بحسه تعب يقول انك زي الاكسجين جواه كنت عامل. تمام. وريحه البق اللي كانت عامله الحمد لله. اخبارها ايه دلوقتي؟ ارتاح. احسن كتير طبعا. لا يعني خفت ولا دلوقتي احسن بكتير؟ لا احسن بكتير تكون يعني. مين اللي قال لك ان هي احسن؟ من عدبان. دي تفرق معايا قوي. من عدبان في حلي. انت اللي بتبان فيها وبتشمها بنفسك. لا لكن في حد حواليك قال لك؟ مش نعرف قدام حد بدأ. مش ايه؟ مش برضه قدام حد جنبه. مش برضه صح. هي عندك حراج. انت طالما بالظبط تعمل لك مشكله نفسيه. عارف اللي عندي ايه. عارف اللي عندك. عارف اللي ايه تاني تحسن فيك؟ تحسن يعني الصداع ما فيش. الصداع خف. الصداع ما فيش. الحمد لله. الحمد لله خف الصداع. والدنيا برضه ارتاحت خفيف. كان في بلغم في زورك؟ ما كنتش اقدر اطلع. ما كنتش تقدر تطلعه؟ ليه؟ ما اعرفش. لازق الحلق كله لازق. ومعدتك وبطنك كان فيها مشاكل؟ لا ما كانش فيها. لا المعده ولا ما كانش فيها مشاكل. ما كانش فيها مشاكل. بس هي البلغم ديت مش قادر اطلع عشان خاطر لاسق زي حلقي. ودلوقتي بعد العمليه انا اطلع دلوقتي بتطلعوا بقى احسن. الدنيا احسن حتى عزم ما عامل العمليه بطلعهم برضه الحمد لله. احنا لسه شايلين الدعامات دلوقتي. اخبار مناخيرك النفس؟ الحمد لله. حاسس ان هو احسن بعد ما شلنا الدعامه؟ الحمد لله. هتروح سوهاج امتى؟ ادرك على كده الشنطه بره. الشنطه بره جاهزه على طول. جاهز على طول. تمام. ما رحناش البيت ما روحناش. ما انت ما رحتش من ساعه ما عملت العمليه؟ لا. بقالك 8 ايام؟ معقول ليه؟ ما انا قلت لك روح وتعالى تاني. ما عشان المشوار. وعشان العيد وزنقه العيد مش هلاقي الدكتوره والعربيه. صح. قلت تقعدوا بقى هنا. قلت اقعد هنا بالمره لغايه لما اطلع الدعامات واروح. منورنا. الله يخليك. والحمد لله سلامتك. هتعيد تمام بقى. الحمد لله. وتاكل لحمه وبتاع وتظبط نفسك. الحمد لله. صح كده؟ صح يا دكتور. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. طبعا ده فضل من ربنا علينا. والحمد لله الناس اللي بقى عندهم مشكله طبعا في النفس ومشكله في الريحه ومشكله في الصداع فعلا بيلفوا كتير. لكن فعلا التخصص الانف والاذن وتخصص بالذات موضوع الشخير وموضوع الخنقه وقصه الاكسجين زي ما ناصر شاطر كده وقاعد واتفرج على فيديوهاتنا وحلقاتنا مستفاد وجه وعمل العمليه مع انه قعد سنتين. يعني زي ما بيقولوا ايه قاعد يفكر كده سنتين. الرشيدة معي لو في جيبها كده وهنا. انا مصدقك والله. الرشيدة في جيبي مصدقك من سنتين. مصدقك. ايه ده؟ طيب هذه الرشيدة من سنتين. خلاص ماشي. ايه وريني كده. 5/7. يا نهارك ابيض. صح كده 5/7 الرشيد. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك يا دكتور. الحمد لله سلامتك. وزي ما نقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى عياننا. واللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.
الله.